السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشارك معكم فيه واحد الطريقه وواحد المعلومه مهمه. كنعرف ان بزاف الناس تيبغيو يكون عندهم دي طابلو في الدار على ذوقهم، خصوصا لي طابلو اللي عندهم علاقه بالكولتور ديالهم، بالبلاد ديالهم، وما تلقاهمش في المتناول. عندي لكم واحد الطريقه اللي هي سهله وغير مكلفه واللي ممكن اي واحد يديرها باش تحصلوا على الطابلو اللي بغيتو على ذوقكم. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، غنعطي كاع الشروحات منين تجيبوا التصاور، كيفاش تقادوهم في الطابلو، ونقترح لكم وسائل اللي هي مهمه. خليكم معايا وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. اذا اول حاجه نبداو بها هي الاختيار ديال الصوره. كنمشيو لواحد لو سيت سميتو بيكسلز. هاد لو سيت فيه دي فيديو ودي فوتو ليبر دو دروا، يعني ممكن تبارطاجيوها، ممكن تستعملوها في اي مشروع عندكم. ملي كندخلوا لو سيت باغ ديفو ديما تيكونوا لي فوتو هما لي اكتيفي، كنكتبوا لو تيم اللي بغينا. انا ديما كيعجبوني لي فوتو ديال المغرب، تكتبوا ماروكو اللي بغيتو، وغادي تلقاو واحد لو شوا كبير في لي فوتو. وكاينين دي فورم، كاينه فورم طوال بحال اللي كيداروا في الانستغرام. بالمناسبه هاد لي فوتو انا كنستعملهم بزاف في الانستغرام، ميم لي فيديو. كاينين دي فورم على حسب لي ستوري مثلا انستغرام، كاينين لي فوتو على حسب اليوتيوب، دي فيديو على حسب اليوتيوب. اون فوا كتعجبنا شي تصويره كنكليكيو عليها وكنديروا تيليشارجمون غراتويت، ولا تيليشارجي غراتويتمون مكتوبه الفوق بالخضر. فوا كتكتب لكم اوفرير في الجنب، يعني صافي هذيك لا فوتو راها تيليشارجات ودخلت عندكم في التليفون ولات عندكم في الغاليري، ممكن تستعملوها في اي حاجه بغيتو. مثلا الناس اللي كتعجبهم الطبيعه ممكن تكتبوا لا ناتور. المهم اي تيم بغيتي تقدر تلقاه في هاد لو سيت. وهذه صافي لونطون انا كنستعملو هاد لو سيت، فيه بزاف ما يتستعمل. مثلا كتبت لي غوز، الناس اللي كيعجبهم دي طابلو فيهم الورد مثلا. كاين اختيارات كثيره، وكما قلت فيه حتى لي فيديو، يعني تقدروا تكتبوا الفوق فيديو، وحتى لي فيديو عندهم دو فورم، يعني الفورم الطويل والفورم اللي تيكون على حساب اليوتيوب. من بعد ما كنختاروا الصوره اللي بغينا، كتجي مرحله الطباعه. يعني خاصكم تطبعوه في ورق اللي هو بحال الورق اللي كنديروا في التصاور ديال الالبوم ديالنا، يعني يكون ورق ما يكونش رقيق باش ملي كنلصقوه ما كيتكمش. وكنستعملوا تقنيه ديال اللصاق ديال مود بوتش. هذا اللصاق اللي هو تيبان ثقيل، ولكن ملي كنستعملوه وكينشف تيولي شفاف. هذا كنلصقوا به، ومن بعد كنبداو نديروا دي كوش فوق التصويره. وما تخافوش منه باسكو هو ملي كنديروه كيبان ثقيل، ولكن اين فوا كينشف تيولي ترونسبارون، هو اللي كيعطي داك اللمعان، وفي نفس الوقت كيلصق مزيان لا فوتو فوق السيبور اللي خدينا، كسوا كانفا ولا طابلو ديال الخشب. والجناب ديالو، الجناب ديال لا فوتو كيلصقوا مزيان حتى كيوليو يبانوا هذوك التصويره بحال مرسومه فوق الطابلو ماشي ملصقه.
هاد التقنيه كنت استعملتها مع هاد الاجنده اللي كنت قاديت، وديجا بارطاجيت اون فيديو سور ما شين كنشرح فيها طريقه الاستعمال ديال هاد لاكول. هانتوما كما كتشوفوا ديجا استعملته في هاد الطابلو هذا، درت لاغيير بلون في البني على حسب الباب اللي عندي في الصوره، واستعملت تقنيه هاد اللصاق المود بودج كيلصق مزيان هادوك لي فوطو وتعطي واحد لا بريونس. بالنسبه للطابلو ماشي بالضروره تشريو كانفا ولا هذا، ممكن ديروا اعاده تدوير ديال شي لوحه ما بقيتوش كتستعملوها، ما بقاتش عجبكم، يعني هذه طريقه غير مكلفه باش تقدروا تقادوا ان طابلو على الذوق ديالكم. نتمنى هذه المعلومات تكون فاتتكم، وما تنساوش تعطيونا رايكم في التعليق. وهذه الصوره اللي صايبت درتها في موكاب باش تبان اكثر الجماليه ديالها.